أول عامل مهم في الساعة وهو الحركة. ببساطة الحركة هي الميكانيزم اللي بيشغل الساعة، يعني المحرك أو قلب الساعة، أو قولها زي ما تحب تقولها، بالظبط زي الموتور بتاع العربية. في عندك 3 أنواع في حركة الساعات مهمين لازم تعرفهم، واللي هي الكوارتز والميكانيكال والأوتوماتيك. مبدئيا حركات الكوارتز هي أكتر حركات الساعات انتشارا على المستوى العالمي. الكوارتز هي عبارة عن دوائر كهربائية صغيرة شغالة ببطارية، وزي ما اسمها بيقول بيكون فيها قطعة صغيرة من الكوارتز، والقطعة دي بتهتز بمعدل معين جدا لما بيجي فيها تيار. واجزاء تانية من الحركة بتحول لك الاهتزاز ده لنبضة واحدة في الثانية، زي ما بتسمع الساعة لما تيجي تعمل. علشان كده عقرب الثواني في الساعات الكوارتز الانالوج بيقفز نقرة واحدة كل ثانية بسبب الموضوع ده. انا مش لاقي مصطلح احسن من يقفز اقولها، بس مش مشكلة يلا. وكده نكون فهمنا ايه هي حركة الكوارتز. تعال بقى اكلمك على الحركة الميكانيكية. الحركة الميكانيكية هي كانت الطريقة اللي بتتعمل بيها كل الساعات زمان باستخدام طريقة معقدة بيبنوا فيها التروس او الجيرز مع حاجة اسمها السبرينج هير او الزنبرك او زي الزنبلك اللي بيكون في اللعبة. فلما تشوف كلمة ميكانيكال او ميكانيكية مكتوبة على ساعة غالبا المقصود بيها الحركات اللي بتتلف بايدك، والنوع ده اللي قلت لك فيه ان لازم المستخدم بتاع الساعة انه يشحن الساعة بنفسه. ازاي؟ ببساطة في الساعات الميكانيكية هتلاقي الكراون ده او الزرار الموجود في الساعة بيتشد لبره كده وتلفه كذا لفة معاك عشان تشحن الساعة بالزنبرك اللي جواها او السبرينج هير علشان يدي الساعة الطاقة علشان تقدر تلف تاني وتشتغل بطبيعتها زي ما هي. وطبعا كل حركة ليها وقت مختلف بتفضل شغالة فيه. طب ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على حاجة اسمها الباور ريزيرف. يعني لو دخلت على اي وصف بتاع ساعة ميكانيكية هتلاقي في حاجة اسمها مثلا الباور ريزيرف بتاع الساعة 80 ساعة. فده بيقول لك انك لما تشحن الساعة بيكون معاك احتياطي ساعات شغل للساعة 80 ساعة او على حسب المكتوب في وصف الساعة. نيجي بقى لنوع الحركة الاوتوماتيكية. اساسا الحركة الاوتوماتيكية هي جزء من الحركات الميكانيكية لكن فيها ميكانيزم زيادة، هو عبارة عن وزن بيلف جوه الساعة، وده بيسمح للساعة ان هي تتلف بحركة ايدك وانت لابسها طول الوقت. طب تشتري اي نوع حركة